تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للفنان عماد زيادة وهو برفقة زوجته وابنته تاليا. واحتفل الفنان عماد زيادة مؤخرا باستقبال مولودته الجديدة، حيث حرص على تسجيل تلك اللحظة من خلال عدة صور ظهر فيها وهو يحملها بصحبة زوجته فور خروجها من العمليات احتفالا بتلك المناسبة. وكان قد روج الفنان عماد زيادة لمسلسله الجديد نعمة الأفوكاتو بطولة النجمة مي عمر، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024. وجدير بالذكر أن مسلسل نعمة الأفوكاتو ينافس وسط عدد كبير من الأعمال الدرامية في 2024، من ضمنها مسلسلات حق عرب، عتاب البهجة، المداح الجزء الرابع، وصيد العقارب، وصدفة، وجري الوحوش، وفراولة، واسترداد، وسيدي بشر، وبميت راجل، واسود باهت، وكبرى، وجريمة منتصف الليل، وقلع الحجر. عماد زيادة مواليد 10 يوليو 1974، ممثل مصري بدأ مشواره الفني في بداية الألفية الثانية من خلال بعض الأدوار المسرحية والسينمائية والدرامية. شارك عماد زيادة في مسرحية بوديجارد مع عادل إمام، وفي فيلم أمير الظلام، وشارك في مسلسل العراف، وأستاذ ورئيس قسم.